بعد هالغنية مشاهدينا اسمحوا لي أقول لكل رجال الجيش العربي السوري الله يحميكم وينصركم وين ما كنتوا. أما بالنسبة لضيوفنا، ضيفنا حاليا صار موجود معنا بالاستديو. ضيفنا اليوم يعني جمع بين الشيء الأكاديمي لكن أيضا راح باتجاه عشقه، باتجاه الشيء اللي حبه. مو دائما الدراسة الأكاديمية بترتبط مع الشيء اللي نحن بنحبه، لكن بيقولوا الشيء اللي بنحبه بنبدع فيه بالحياة، وهذا اللي عمله ضيفنا. ضيفنا اليوم هو سموئل سخية، هو ممثل ومخرج وطبق الشيء اللي بيحبه بالحياة. أيضا أخذ شهادة أكاديمية لكنها بعيدة عن المجال الفني. سموئل، أهلا وسهلا فيك بقناة سوريا دراما. هلا لودا، كيفك؟ تمام، أنت بعيد عن بالشيء الأكاديمي، عن الشيء اللي حبيته، لكن خلصت الدراسة. أنت معك شهادة بالتجارة، صحيح؟ صح. يعني ما منعتك إنك تعمل الشيء اللي حبيته. أكيد هذا المفروض يكون واحد عنده شيء خاص بالحياة يعني لروحه. بس هلا دائما يعني الدول النامية يعني كونه نحن دول عالم ثالث، يعني دائما عندنا اللي بدنا إياه ما بنشوفه، يعني ما في هذا الدعم له. فبتظهر هي الحالات كتير يعني لكن عندنا. الشباب بهذا الوقت لما عم يحبوا شيء عم يقاتلوا كرماله، عم يروحوا باتجاه الشيء اللي بيعشقوه، يعني إذا كان فني أو إذا كان أي مجال تاني. أكيد. يعني أنت حبيت المجال الفني واشتغلت فيه. هلا البداية شوي قديمة، ما طلائع أكيد. شبيبة لا، في هيك شيء. أكيد هلا بلشنا نحن من الكشاف. الكشاف يعني تعتبر، لا فينك تقولي الطلائع شبيبة، يعني مهم. اثنيناتهم مع بعضهم. هلا الطلائع بلشنا فيها من عن طريق الكشاف، تعرف كان في هناك شيء طقس جميل اسمه حفلة سمر يعني. مهم. فكانوا دائما المدربين عنا بالكشاف، فكان عندهم هاي الفقرة. فكل ما كنت ايمت مثل ما بيقولوا تحصل على نجوميتك لليوم الثاني، يعني كنا نطلع معسكرات بصلنف بسلونفة كانت فكان يطلع ايمت ناخذ نجوميتنا اليوم الثاني لما بتقدم شيء تضحك العالم. فبلشت هون من هي الطريقة. فكان أول دور لإلي كان أخرس، يعني أنه كان وقتها في خجل بهذا الموضوع. فبلشنا أكيد عن طريق الكشاف، وبعدين رحنا على الشبيبة على بلشت تتطور حالة مم. العشق للمجال الفني أكثر. سماء، بدي أتوقف أنا وياك والمشاهدين لنتابع فوتو مونتاج، نعرف المشاهدين أكثر عن حضرتك ونرجع بعدها لنتابع حديثنا. تابعوا معنا مشاهدينا هذا الفوتو مونتاج. ورجعنا مشاهدينا لنتابع حديثنا مع ضيفنا بالاستديو سموئل. البداية مسرحية، حكينا انه هي كانت بدت صغيرة وكبرت. أكيد. صار العمل بيتطلب شيء له علاقة بالدراسة أكثر، بالاهتمام أكثر، بمعرفة تفاصيل المسرح أكثر. نحكي هلأ قبل ما نفوت بالسينما نحكي عن المسرح. كيف طورت العمل المسرحي؟ كيف طورت أدواتك أنت كممثل ومخرج مسرحي؟ هلا دائما أنا بقول انه نحن كوننا يعني موجودين بمحافظة مثل هذه، يعني مهم. طبيعتها هي تعرف بالمسرح، يعني هذا ما نو ذم، هو مدح. فالتطوير اكيد بيكون عن طريق المرئي مبدئيا، لانه انا وجهة نظري كان بالمسرح. المسرح دائما نصوص انت اللي بتجيك هي نصوص من خارج المسرح العربي، غير شيلي سعد الله ونوس وشيلي ككاتب مهم مسرحي. فبيجيك نصوص عالمية، فالنصوص العالمية كانت دائما تنشأ يعني من تجربة أخرى، هي تجربة
العالم الثاني، العالم الجهة الأخرى من العالم. فكانت كتير، أنا لما يعني هذا العمر عم بحكيك بين ال 15 وال 18، فهذا الشيء كتير عانيت منه، انه تفهم مثلا لبريخت عن مثلا أزمة الرأسمالية بأحد نصوصه مثلا، ما بيكون عندك وعي، والشخصيات كانت كبيرة. لأنه كمان كنت بعمر صغير لكن عندك هذا الحب تماما. للمسرح. فأنت أول شيء بتعمله انه بتروح بتشتري مسرح، بتقرأ. وقلت لك يعني في فرق كمان، انه دائما بتشوف افلام كتير، فلما بتشوف افلام المسرح يختلف تماما في بعض الاحيان كفن، عم بقصد الاخراج وطريقه تناول المسرح. لكن التشابه الوحيد بين المسرح والسينما هو الاكتنج، يعني التمثيل. هذا الشيء ممكن كنت استفاد منه مرئيا بالسينما. بس عم اقول لك يعني دائما كان في مشكله على مستوى نصوص، مثلا دائما الشخصيات اللي بتاخذيها كبيره بالعمر، اكبر منك. فالتطوير كان كان تطوير بطيء لحد ما وصلت لنضوج معين، فهذا كمان ساعدني. بلشت تتطور اكثر. اكيد. هلا انا اللي بدي اخبر المشاهدين عنه انه انت في كلمه بتقولها عن المسرح، انه انا بشعر بالانتماء. مزبوط. انت تماما. حكيت لي اياها برات الهواء انه انا بنتمي للمسرح. دائما المسرحيين متحيزين للمسرح. الخشبة المسرح بتاخذهم لعالم تاني، بتنقلهم لشيء تاني. واللي حكيت لي اياه انه انت لما بتكون بالمسرح خلص يعني انت بمملكتك. خلينا نخبر العالم عن هاي التفاصيل، عن وقفة المسرح، عن حياتك المسرحية، عن الشيء اللي قلت لي اياه، عن فكرة انه بيصير كل شيء موجه لشخص واحد، يعني بتتبادل الادوار انت والعالم اللي قاعدة عم تحضرك. هلا قلت شغله بهذا الموضوع كمان لزيد شوي. انه في مكان بتفوت عليه فبتحس هذا المكان اللي بتنتمي عليه، هيك انا صار، هيك انا حبيت المسرح يعني. وبعدين هو في شيء بيلاقيك. تماما اللي حكينا، هو اللي بيلاقيك مو انت اللي بتلاقيه. وبيشبه مثل اي حاله حب، يعني حب بين بنت وشاب، حب بين حتى بين واحد مبرمج وكمبيوتر، يعني كأمثلة نفسها. يعني بتحس هذا مكانك، هذا المكان اللي بتحس فيه بالراحة النفسية والروحية، وما بيهمك الشيء الخارجي. يعني حتى في شيء من الصوفية المسرح، فالمسرح ينتمي بس لهذا الشيء. بتحس انه كل شيء ممكن تقوله، يعني في، وهو الاهم يعني انه في شغلات لازم تقوليها بالحياه. ما بيمنعك المجتمع، بيمنعك الظرف، الحياه الاجتماعيه والماديه يعني والركض وراء. في اكيد. معوقات. بس هذا الشيء يعني اللي بخليك انه المسرح تشوفي حالك كانسان، يعني كانسان تحس بالراحه عم تقدم كل الطاقات اللي انت حاسسها، عم هيك تمزجها مع الخشبة، أكيد. مع الناس اللي قاعدة عم تحضرك. وسألتك قلت لي انه مو انا لقيت المسرح، مو انا رحت لعنده، هو لقاني. اكيد. اكيد. يعني مثل ما حكينا، يعني انه بهذا الخصوص انه لما رحت انا على المسرح اول مره، حسيت انه فيني اقدم شيء لهذا المكان، فيني اقدم شيء، فيني اتواصل مع الجمهور بطريقه ما. هلا هو هذا السر هو يعني مسرح بلا جمهور يعني ما في مسرح. ما فيني انا اسكر على حالي الخشبه ولو كان ادائي مبدع وجميل. وحتى كان في صاد الله والنوس يعني ينتمي لهي المدرسه، هو المسرح التفاعلي. يعني هو كان مشروعه بالحياه كاملا انه يعمل مسرح تفاعلي، يعني يخلي الجمهور يطلع يناقشوا ويحاوروا بالمسرحيه. فهو مات الله يرحمه وهو عم يحاول ينشئ هي الحاله المسرحيه. لكن ترك حالة العشق تبعه موجودة بكل الشباب اللي بيحبوا هذا المسرح. اكيد. طيب في شغلة تانية، انه انت لما اشتغلت بالمسرح حاولت انك انت تشتغل شيء مختلف، بعيد كل البعد عن الشيء اللي نحن متعودينه بالمسرح. حاولت تقرب للجيل الجديد بانك تعمل شيء مختلف، شيء سميته مسرحة الهيب هوب. ايه. هلا هو يعني الفكره هون انه انت لما بتشتغلي نصوص على مستوى الكلاسيك الطرح وكان في الدور، على فكره الدور كان بهديك الايام، يعني انت عم تحكي باوائل 2000، ما اليوتيوب ما كان منتشر لهالدرجه. فانت بتلاقي بتطلع على مسرح العالمي، بتلاقي عم يختلف، عم يروح لاتجاه تاني. هو سمي بتسميه عريضه اسمه المسرح المعاصر. يعني مسرح فينك تقولي عنه هو اختلف ادواته في الشكل. المضمون يمكن يضل يعني مسرحيه تاريخيه من ناحيه المضمون، نفس الشخصيات، لكن انت طورتها بطريقه من مختلفه، الشكل. معاصره اكثر. نذكر نخبر المشاهدين عن المسرحيه اللي هي اللي بديت فيها بمسرحيه الهيب هوب. هي تيك تاك.
تيك تيك تاك. تاك. هو كانت الفكرة، النص رايح تماما كان للكلاسيك، حتى هو نص كوميدي، لكاتب روسي اسمه يوري يورين، إعداد وحوله بسام الجديد بمختبر مسرحي إلى نص سمى تيك تاك، واشتغلنا عليه. هو اقامته على مسرحه الهيب هوب. مسرحه الهيب هوب انك تجيب الشخص اللي يؤدي الهيب هوب وتخليه تعطيه شخصيه، مو مجرد شو انه يطلع يرقص او يغني او يرسم، لا، انه ياخذ شخصيه واضافات غير موجوده بالنص. يعني هذا لم يكن موجود هذا الشيء بالنص، حاولنا نتيجه تفصيل صغير لقطه بالنص كمخرج يعني، واني اوصل هذه الفكره ووسعها لتصير مسرحة الهيب هوب. الهيب هوب يعني أنا كتير بحترم هاي الثقافة، كتير بحترمها. الكل عم يسمعونا، هي مو بس ثقافة تصحيط بنطلون وطاقية كاسكيت على جنب وشوية ناس يعني هيك غير مهتمة غير مسؤولة. الهيب هوب هو فن كامل، هو ثقافة كاملة، تمام. وهو تطور حتمي لفن المسرح طيب يعني. هلا انا رح استوقفك شوي لحتى نخلي المشاهد يعرف شو الفكره اللي نحن عم نحكي عنها تماما. رح نعرض لهم شيء من هذا العمل المسرحي مشان نقدر لما نتوسع لهم اكثر فيه يعرفوا شو اللي كنا عم نحكي عنه. شو رايك؟ مشاهدينا، هلا المشاهد اللي بدنا نشوفها هي من مسرحيه تيك تاك اللي حكيناها انه هي مسرحيه الهيب هوب. لكن بدي نوه لشغله صغيره، انه اذا الكواليتي مانا كتير يعني واضحه، اذا العمل مانو كتير واضح، هو لانه مانو تصوير كاميرا تلفزيون، هو شيء سموه يعني كان خصنا فيه لحتى نقدمه لكم مشاهدينا. تابعوا معنا هاي المشاهد ورح نرجع لنحكي فيها اكثر. موهبتك
مشاهدينا، هي كانت جزء من مسرحية تيك تاك اللي حكينا عليها. سما وقال بدنا نحكي أكثر عن تفاصيل المسرحية. المسرحية ما انعرضت بالشام، انعرضت بس باللاذقية. اكيد. نحن بنتمنى انه هي يصير لها عرض هون بالشام مشان المشاهد ايضا يكون في نسبة متابعة اكثر لها. عم تحس انه هاي النوعية الجديدة، يعني انك تدخل الهيب هوب بقلب المسرح، عم تجذب شريحة لسه جديدة من الشباب، عم يحبوا انه هاي الفكرة انه تجمعهم مع بعض. كيف حتى عم تتعاونوا على انكم، يعني في اشخاص بتحب الهيب هوب بس ما اشتغلت مسرح قبل هلا، يعني انه انت لا بدك اياهم يشتغلوا مسرح، يتعودوا على هاي الخشبة. هلا بس تنويه للمقطع اللي شفناه. هو المواهب اللي كانت ورا هي الهيب هوب، بس هو بسبب سوء المادة المعي ما قدر تجيب. المادة الفيلمية بس ممكن نحن نعرضها، يعني نحاول نعرضها بوقت آخر يعني على سوريا دراما ان شاء الله. بمواد بس تجهز، يعني عم ننتجها بشكل صحي أكتر. هلا الموضوع برجع بقول لك، هلا كثير أنا وقت انتقدت إنه يمكن هلا في كثير ناس مثقفين ومسرحيين بيقول لك شو هذا مسرحة الهيب هوب. هلا مسرحة الهيب هوب هو مشروع، بداية مشروع، قد أكون قد فشلت أو نجحت، يعني ما أنا الموضوع هون، بس هي بداية أنك تغير الثقافة بالعالم منتشرة بشكل مخيف. وهي ثقافة الهيب هوب يعني بتكون أهم بزمن الحروب. يعني بزمن الحروب هي بتصير حاجتها ملحة جدا. ليش؟ شو السبب؟ لأنه المجتمع بحاجة بعيد عن الهيب هوب هو إيقاع عالي، كلام على مستوى الراب عم بحكي، وعلى مستوى الموسيقى هو كلام عالي، إيقاع كتير صحي، إيقاع كتير مت، يعني ما في كمانجات وسرياليات وموسيقى وشغلات يعني خيالية. فهو كتير إيقاعي يعني وواقعي جدا. فما فيني أنا بزمن الحروب أني أشغل كمانجا وغني على الأطلال وعن الحب وعن الكذا. فهو بيضل بالتنفيسة، له علاقة بالتنفيسة، فشكله غاضب جدا، غاضب من الحالة. فهذا هو السبب مبسط يعني. بخصوص برجع بقول هي هذا المشروع كان كتير أنا مفتخر فيه وكتير بحبه، وأثبت أنه جماهيريا والناس المتتبعين لهي بيتابعوا صح، المسرحية أثبت نجاحه، لانه نجاحه فيها الفعلي. تنوع. انت يعني قلت لي انه لاحظت يعني التفاعل الجمهور معك من المقطع يعني. تمام. هلا في ناس بتقول لك انه لا انت بعدت كثير عن هيك وشو بدي بهذا المدرسه وما عم نفهم، بس الشباب كان هو اهم الشباب شيء. اللي هن بعدوا شوي عن المسرح لا رجعوا هلا بهي الطريقه، تماما. حتى هو فيه تنوع. يعني انت خبرتني، انا مشاهدينا صار عندي خبره اكثر هلا بهذا ايه الموضوع. امبارح قعدنا. خبرتني عن موضوع انه هو فيه 4 اقسام. شيء جديد نحن ممكن ما كنا نعرفه، مواهب جديده. قلت لي بيت بوكس، بيت صح؟ بيت حكيتها صح؟ بوكس. ما بعرف. بيت بوكس نفس الشيء مزبوط. كله. احد الشباب اللي هو بيعمل موسيقى من خلال بس تمه، تماما. ودخلتهم، يعني خليته يعمل ايقاع ضمن العمل المسرحي. قلت لي انه كان وشخصيه. في راب، قلت لي انه كان في رقص، وايضا شيء كمان استخدمته يمكن جديد بالمسرحيه اللي هو الجرافيتي. يعني هو البخ على الحيطان مثل ما انت، هو بعرض بالجامعه اخر يعني فتره. هلا كنا بدنا نعمل مشروع اهم، يعني كان يعني مشروع بعد ما نضجت انا كمخرج وشفت مواهب هسه ممكن تضيف، والشباب حتى المعي يعني شركائي اللي هن الممثلين، شركائي بالعمل صار يفهموا علينا، يعني صار في نفهم مع بعضنا. بوجه تحية هلا لبشار القوزي، هو البيت بوكس، هو روح زيكزاك، لحسين الحكيم، لماجد محيو. هيب هوب دانسينج مواهب افتخر بها. ورح نكمل بهذا المشروع ان شاء الله. هذا اتجاه شبابي جديد، يعني اكيد. هذا اكيد. رسالة لكل الشباب انه اذا حابين يكون المسرح مختلف وانتم حابينه بهي الطريقة، فيكم انكم تشاركونا يعني. اكيد. ولو يعني هذا لكل الهيب هوب الموجودين بسوريا، انه في ناس حتى المسرح هذا اللي بتعتبروه كلاته زيوس ونيرون وهاملت، هدول المسرحيين نفسهم بيتقبلوا ثقافتكم جدا، وما بس هو المسرح وقوف على الأطلال وأيها الملك. يعني التطور بده يشمل كل شيء حتى العمل المسرحي، أكيد. وطالما روح الشباب سائدة، وطالما هي متمسكة بالمسرح، حتى لو دخلت عليه إضافات جديدة، لكن ما بيمنع ولو إنه بس هو إلها القواعد، متابعين. هو تحترم عقل المشاهد يعني. هو المجهود اللي بينبذل على خشبة المسرح هو اللي بيعطي قيمة للمسرح. المجهود بالبروفا واحترامه، بغض النظر من الشكل هو تحصيل حاصل.
يعني ممكن نوصل له. حاولت تتناقش مع الشباب اللي تابعت العمل المسرحي اللي أول مرة اجت شافت تيك تاك، حسيته مختلف انه بعد المسرحية مثلا قعدت معاهم شفت انه شو لفتهم اكثر شيء، شو الشيء اللي مثلا ما قدروا يستوعبوه بهي البساطة، او شيء يعني تواصل مع الجمهور تبعك؟ اكيد هلا الكل حب لانه اول مره حتى المتوسطين بالعمر حبت يعني. اما بخصوص يعني الشخصيات، نحن سميناهم بطريقه نعطيه الشخصيه البطله يعني سمينا الهيب هوب يعني انه هذا اللي بيفهم المجتمع انه شو هيب هوب. سميت البيت من بوكس. خلال شخصية بتعتمد على الجانب الكوميدي حكيت تماما لي. تماما. الطرح كان انه آذن مسرح بيدرب هي المواهب فبيطلع نسيج، فآذن المسرح يمثل تقريبا أغلبية وجهة نظر الناس بالهيب هوب. انه شو هذا حتى في ناس بتقول لك انه هذا المدري شو له علاقه باصوات ومدري شو عم يسوي. فنحن انا لنقرب شوي للناس انه ما فيني اقول بيت بوكس، فسميناه للبيت بوكس بافلي، يعني من البفل، هو عباره عن بفل متحرك. تماما. وسمينا الكرافيتي بيف باف، يعني انه هذا البخاخ شو ممكن. فصار هذا الشخصيه البطله تنادي للشخصيات هيك، فصار في كتير علاقات عبثيه حلوه تظهر هلا كوميديا. مو بس انه كنتوا بتجربه مسرحيه الهيب هوب، كان عندكم كمان شيء مختلف انه كان في اصرار على العرض. انتم ما كنتوا تابعين لاي حدا، يعني عم تشتغلوا لحالكم مجموعه شباب، فكان في اصرار على العرض. وقلت لي انه بفتره الحرب بيصير احيانا ضغوط، لكن بدنا نعرض لو شو ما كان رح نعرض. أكيد. فعملتوا شيء هو مسرح الحجره باللاذقيه، يمكن بمقهى قلت لي مزبوط. مقهى. تخبر عنه اكثر؟ هذا كثير، هذا الموضوع مهم. هلا مقهى بوردو باللاذقية. صديقي أحمد عاشور ممثل وفنان مسرحي، ممثل ومخرج مسرحي، قام بهي الفكرة بالتعاون مع، لأول مرة يعني تعاون مع مؤسسة المسرح الجامعي. كانت كتير متعاطية معنا، عطتنا خشبة وعطتنا إضاءة. الأستاذ هاشم غزال كمان نوجه له تحية. تحياتنا يعني له. حتى يعني فاجئونا بالقدرة انه، وهذا دليل على فكرة من هذا المنبر عم وجه انه كل شيء بالحب بينصنع. يعني كيف احمد عاشور صديقي المسرحي تعاون مع حدا، نحن كنا مستحيل انه معنا انه انتم بدكم موافقات وبدكم كذا، لا، هي نفسهم اللي كانوا يعقدوها بالروتين والبيروقراطيه كانوا معنا كتير مندفعين. ساعدوكم وطلع على هذا الموضوع بإثر هذا التعاون المسرحية الشرق الأوسط. مسرحية هي كان عرضنا فيها الشرق الأوسط. انعرضت فيها العنبرة 5 مليون عروض من المسرح الجامعي. قلت لك الفكرة كانت نحتاج إلى المكان. وصاحب الفكرة كان أحمد عاشور وصديقنا كمان لينا. هلا فكرة مسرح الحجرة، ما فكرة مسرح الحجرة للجمهور يعني زي ما هو المسرح البديل أو مسرح الحجرة. المسرح البديل أنا يعني مثلا نحن اللي عم نشوفه هلا حاليا على الشاشة هذا بمقهى. ايه، هي مشاهدينا، هي المشاهد اللي عم نشوفها هي من مسرحية الشرق الأوسط اللي هو مسرح الحجرة، هو معمول بمقهى. نخبر عنه أكثر، عن المسرحية، عن العرض. يعني كانوا العالم، كنتوا قاعدين هيك مع العالم؟ الناس حواليك، حتى في يعني في فيديو تاني معي قد ما في عالم بلشوا يعني شافي وين أنا عم بشتغل، في ناس جنبي يعني ما قدرنا بقى يعني نتواصل، ما نتحرك يعني صار في صعوبة بالحركة كثير من بس هذا في الموضوع. متعة له ظرفه، يعني المسرح كمان الكلاسيك كمان له ظرفه بجماله، وهذا له طلع ظرفه بجماله. اول شيء كنا مفكرين انه كثير الجمهور قريب منك، ممكن تفصلي وتحسي انك مانك مع تواصل كامل مع داخلك، لا، طلع هذا له كمان ظرفه وشكله. الشرق الاوسط طبعا هو تأليف واخراج الاستاذ بسام جنيد، تمثيلي انا وتيريز الديك والاستاذ بسام كمان. ظرف المسرح الحجرة كتير باللاذقية جديد، يعني أول مرة بتاريخ اللاذقية بنعمل مسرح انه له مواصفات. هو داخل مقهى يعني تقريبا بساعة تقريبا من مقهى كبير. جبنا الخشبة مثل ما انك شايفة، وإضاءة مسرحية نوعا ما ضمن الإمكانيات، وقدرنا نحقق اللي بدنا يعني بهذا الفكرة كتير. وعم نسعى دائما حتى نعمل، عملنا سينما، هو مهرجان كامل يعني سينما أفلام قصيرة وبأقل التكاليف. يعني انتقل للمرحلة الثانية أو للجزء الثاني من حديثنا اللي هو السينما. قدمت
المسرح حبيته، عشقته، عطيته اهتمامك، أيضا صار في نقلة للسينما. بالسينما كمان كنت بمجال التمثيل، وأيضا في إدارة، مزبوط، إدارة أفلام أو هيك شيء. خلينا نخبر. تيست أحد الأفلام هذا انعمل ب 2010. 2010 يعني مزبوط. كان مرحلة ماضية، يعني هلا ممكن يشوفوا يقولوا لك انه شوي هذا 2010، يعني كان تقريبا السينما باللاذقية ما كان حدا مطلع عليها. يعني هلا في نهضة كبيرة نتيجة الفوتوغراف الموجود، كاميرات الفوتوغراف، نتيجة اليوتيوب. قلت لك جاب لما اجت ثقافة اليوتيوب وغيرها، أسست لشيء جديد. عم يعني توسع الناس انتشار الأفلام أو اللي بيحبوا عم والكاميرات يتابعوا أكثر. يعني الفوتوغرافية هلا المشهورة كتير، يعني هذا أصلا كمان نخبر مشاهدينا سمو انه هاي المشاهد هي من فيلم من فيلم تيست. الزحف. لا، هي فيلم الزحف اللي عم نشوفه هلا. هذا فيلم تاني هلا آه بنحكي عنه. شو، طب خبرنا عنه هلا بما انه هو عم ينعرض. الزحف شو القصة تبعيته؟ الزحف هلا هو تأليف وإخراج صديقي مجد خليل. أنا ممثل فيه، وكنت يعني فينك تقولي كمان يعني له علاقة شيء بالفني، يعني مخرج فني نوعا ما، ساعدته بأكثر مشان أقدر أحكي عليه على الفيلم بيهمك يعني. كثير هذا الفيلم، خبرتني انه له بيهمني خصوصية له عندك. خصوصية، انه الصورة، الناس لما شافتها طريقة صناعة الصورة والسينما، فقالوا اول شيء انه هذا مو شغل هون. يعني منطقيا، يعني فيني مشان انا مو بالغ. اسرب لهم للمشاهدين عن سربي تكلفة له. الفيلم؟ فيني اقول لهم انه ايه طبعا الفيلم سربي. طب ما رح احكي، انا رح خليه هو يحكي. بس لانه يعني ما بتتخيلوا انه هذا الفيلم بهي التقنيات بهذا الشكل البصري قد ايه تكلفته. سمو خبرهم تقريبا للمشاهدين. كلف شيء 1500 ليرة. فقط حق مشاهدينا. حق حق لمبات، هي الإضاءة اللي شايفينها كلها لمبات توفير. 1500 ليرة فقط. انضربت وحدة كمان. هي جد. تكلفة الفيلم، بس يعني بدنا نشتغله تقنيات جديدة. كنتوا معتمدين على شيء بيشبه الأكشن. يعني انت للحظة اللي بيشوف الفيلم بيشوف انه في شيء جديد، في هيك انه في نطرة، انه نحن متعودين يمكن على الافلام الهادية، انتوا استعملتوا شيء جديد. حتى كنتوا عاملين بترجمة للغة الانجليزية للفيلم موجودة على الفيلم. هذا مشان ينعرض باماكن او بمهرجانات. هلا هو مجد خليل المخرج، يعني عنده ميزه، بظن انه يعني كل المخرجين الشباب ما عندهم اياها. هو شيء شوي له علاقه بافلام التشويق. هلا نحن يعني بحس انا افلام التشويق، الجينات، حتى المصريين رغم تكلفتهم عملوا اكثر من تجربه، بتحسيها ناقصه شوي. بس لها علاقه جينه الغرب وجينه الشرق، او صناعه السينما. فمجد عنده متميز جدا بالافلام التشويق، يعني بتحسي كانك عم تحضري. طبعا هلا عم نتابع تيست، مو الزحف، هذا مشان يعرف الجمهور. هذا فيلم تيست. تيست. تمام. هذا الموضوع كثير متميز في مجد. هلا مجد هو احد المخرجين الشباب اللي لو بتتوفر له امكانيات ودعم، ممكن يعمل كثير شيء، يعني على مستوى الخط الغير متطرقين له بالسينما الهواة او سينما الافلام القصيره. فكان المشروع هذا هو. اما الترجمه هو اكيد لمهرجانات عالميه، لمهرجانات يمكن انه تفتح لك الفرصه لهذا الموضوع. دائما انا مع فكره، يعني دائما نحن مو عم عشان ما يفهمون الجمهور، نحن ما قصدنا انه عم نطلب الشفقه من هذا الموضوع، او نحن انه نحن عم ضمن القهر عم نشتغل. هي حاله طبيعيه نحن بنحبها، لكن عم نقارن او عم نوجه وجهه المقاربه بين الافلام اللي عم تندعم والافلام اللي بيعملها الشباب. طيب حاول، انا احنا ما طالبين كثير بميزانيات، حاول هدول الشباب اللي بتشوفهم اعطيهم مو كل تعصب. الدعم، شويه دعم بيعمل حتى معنوي. يعني ما هي بدنا رسالة منكم من مثل مره الشباب. حدا يعني بتذكر بذكر حادثه، انه عم يقول له في انه هذا الفيلم كلف، انه في عم يقارن افلام المؤسسه وافلام اللي بنعملها نحن. فقال له احد الشباب، قال له هذا مكلف يعني بحدود مبلغ 400,000. قال له هذا مكلف 1500. احد 1500. قال له شو بعمل لك؟ إيه ما تعملنا شيء، قول شكرا، يعني انه شوف شكرا. قد ايه نحن تعبنا عليه. هلا في تحضير لشيء جديد كمان. في تعاون لفيلم وثائقي شو؟ وثائقي سينمائي، يعني تمام. فرق ما له علاقه بالتلفزه، يعني ما في تقارير. الوثائقي السينمائي هو في اكثر من مهرجان عالمي مختص بالوثائق السينمائي. هو لاحد المخرجين خريج كييف، سومر عفيف اغا، ماجستير بالاخراج السينمائي، وهو ابن سوريا اكيد. فكان الدافع عنده، بحب كمان احكي عنه. عندي اشخاص بحياتي
يعني مهمين. مهمين وبفتخر فيهم. برجع بقول لك ما في مصالح انا وياهم. حتى انا يعني مدير الفيلم والمخرج المساعد له بيقولوا هلا ممكن عم يسمعونا انه كيف وصلت لكن لهون. الكادر تبعه ما الكادر سوري فيه. تبعه ما انه سوري، بس يعني بنغلق على الموضوع، يعني بنحاول هيك نشفره شوي له علاقه باسا ما كان وصلني انه ما تقول يعني هو عم الكادر. يحاول هلا سمو قال لي انه لا تخبري عنه للفيلم. ايه ممكن، لا بنخبر عنه، بس انه هي التفاصيل. يعني الكادر نخليها انه لحتى ينشغل احترافي الفيلم صح. جدا، كادر احترافي، كادر كتير مهم. هلا عم يشتغل بهوليوود يعني. سومر عفيف اغا عم يحاول الفيلم اسمه فوق الارض. فوق الارض بيحكي عن سوريا الانسان وسوريا الحضاره، والهم الاعلى هو توثيق الانسان السوري في هذا الزمن، زمن الحرب الضروس مثل ما بيقولوا. فالفيلم كتير رح يكون له صدى ان شاء الله خارج سوريا. تماما. طيب نحن انا بدي اسالك يعني هلا قلت لي عم تشتغلوا بطريقه خاصه فيكم، يعني فينا نعتبر انه هي موجه شابه جديده عم تتواجد على الساحه الفنيه، يعني عم تشتغلوا لحالكم بامكانياتكم إيه. بطريقتكم الخاصه. اكيد هذا له علاقه بثقتك بنفسك، انه عندك مشروع. هذا الدليل على انه عندك مشروع. يعني ما بحاجه انت لكتير ما تنق يعني. معنى انه فينك تعمل اذا اطلعت وتثقفت وكان عندك ايمان بهذا الشيء اللي عم تعمله وقناعه، فينك تعمل كل شيء. حاليا عم تشتغل بس باللاذقيه سموال، يعني انا هدول بدي لحق استفيد منهم انه انت عم تشتغل بمحافظه اللاذقيه. اليوم قديش هي المحافظه قادره انه تلبي كل الشيء اللي انتم بحاجته او حتى طموحاتكم، او لا لسه في رغبه انه نحن نتوسع اكثر من هيك؟ اكيد المفروض نتوسع. يعني بالاخير اي شيء له متعه لمره ومرتين، بس بعدين بيفقد قيمته، لانه بحاجه لتوسعي المكان وتشوفي اكثر اقبال. يعني الجمهور لما يكون مختلف. حتى ممكن واحد الاجر، موضوع الاجر احنا بنشتغل بدون مال، يعني هذا اهم شيء، ما في شيء نتقاضاه. فبس تدخل مجال الاحتراف، يعني مجال انه لك عقد ولك شيء، فبيختلف الموضوع تماما. حتى بيكون الفنان بحاجته بلحظه. فاكيد هلا بدنا نحاول نشتغل خارج، يعني مثلك بفيلم فوق الارض عم نحاول انه نتوسع هاي التجربه. على مستوى المسرح ما زلنا باللاذقيه، لانه انا دائما بقول المسرح هو ابن بيئته. ابن بيئته، يعني اللاذقيه كثير بحاجه لأن لا المسرح. وممكن بعض العروض وكمان تكاليف الماديه. بس مثلا نحن تقرير بدنا دمشق. نطالب انه هاي المسرحيات نفسها تنعمل باللاذقيه وتنزل على الشام، يعني او حتى اي على كل ان شاء ممكن الله بتدور على كل ان المحافظات شاء الله، السوريه. ان شاء الله بتمنى. سمو قال بتمنى عن جد حاله العشق اللي عندك للمجال الفني ان كان مسرحي او سينمائي انه تضلها دائما موجوده وتتطور اكثر. بدي اتمنى لك التوفيق لك ولكل الشباب اللي اشتغلوا معك، يعني كلها مواهب شابه عم تحط كل امكانياتها لتعمل الشيء اللي هي بتحبه، فدائما التوفيق لكم. رح نضلنا متابعينكم بكل خطوه جديده. شكرا اليوم انك كنت ضيفنا وتواجدت معنا باستديو قناة سوريا دراما وبما بتخلص حكاياتك. شكرا. مشاهدينا بدنا نتوقف مع فاصل ونرجع لنتابع فقراتنا، خليكن معنا.